لان رؤساء اللجان في النهايه هم دول اعضاء اللجنه العامه مع الرئيس والوكيلين اللي بتدير المطبخ العام زي مكتب تنفيذي بالظبط تدير هذا البرلمان. الحفادي يمكن قبل انتخابات مجلس الشعب كان هناك الكثير من الاحاديث بتدور حول ان ليس هناك من المرشحين نجوم البرلمان كما كنا نعرف. بعد الانتخابات ظهرت الكثير من الاسماء، وقيل ايضا ان هناك الكثير من الاسماء التي فازت هم أهل ثقة وليس أهل خبرة. يعني روح التفاعل مع هذه الكفاءات التي تراها في المجلس، يعني كيف تقرأ المشهد من ناحية الخبرات وأهل الثقة؟ بص حضرتك، هو يعني بالتأكيد هذا البرلمان يعني 498 واحد في حوالي 350 واحد سنة أولى برلمان، يعني يدخلون البرلمان لأول مرة في حياتهم، وحوالي 148 نائب كانوا نواب سابقين، اما في الوفد 148 واحد. على فكره يا فندم ده يمكن رقم برضه كبير، مش قليل يعني. اما نواب كانوا في الاخوان المسلمين مجموعه ال 88 او مجموعه ال 17 قبل كده، في نواب منهم كانوا اعضاء سابقين في الحزب الوطني المنحل، في ناس منهم مستقلين، في ناس كانوا منهم التجمع من الوفد من الناصري. يعني هذه الشريحة كانت لها خبرة وممارسة برلمانية سابقة. هذه المجموعة هتبقى هي القاطرة والدافعة لدفع البرلمان. الأمر الثاني إن إحنا مفروض في العمل البرلماني وفي العالم كله النائب البرلماني مش مطلوب منه يبقى متخصص في كل شيء، لديه ثقافة عامة وإلمام، لكن لابد تبقى في مكاتب فنية مساعدة لهؤلاء النواب، اما من خلال امانه المجلس، ودي المستشار سامي مهران يعني قايم بدور مهم جدا في هذه المرحله في ترتيب الجلسات والقرارات، وايضا بيجهز وتبقى في حجرات للهيئات البرلمانيه غير الوضع السابق خالص يعني. فاحنا عاوزين نقول ايه؟ ان البرلمان دوت موجود فيه مجموعه من النواب قادرين، ومنهم رئيس المرشح رئيس توفيق سعد كان نائب من 2005 2010، ومعاه حسين ابراهيم. عصام العريان كان نائب في 87 وكان من اصغر نواب البرلمان وعاد مره اخرى. البدري فرغلي، ابو العز الحريري كان نائب في بالمناسبه يا فندم، يعني هو رد سيادتك على الاقاويل التي تحدثت على انه كان ينبغي ان يكون رئيس المجلس او المرشح لهذا المنصب ذو خلفيه قانونيه. هي القضيه ديت يعني قضيه ايه اللي بيخلينا نطرحها؟ اولا خلينا نفكر المشاهدين ان المهندس سيد مرعي الله يرحمه كان رئيس البرلمان وكان رجل مهندس زراعي، لم يكن بخلفيه قانونيه، وبدأ بعد سيد مرعي قضيه الخلفيه القانونيه منذ ان تولى يعني حافظ بدوي ورفعت المحجوب وسوف ابو طالب وكامل ليلى، والى ان وصلنا الى الدكتور فتحي سرور رؤساء برلمان. هي من المفترض ان رئيس المجلس هو يدير مجلسا سياسيا وليس مجلسا قانونيا، لان البرلمان له وظيفتين: الرقابه والتشريع. الرقابه امر سياسي والتشريع امر قانوني، عليه ان يجمع بين الاثنين، ولكن ليس شرطا ان يكون ضليعا في القانون بشكل كبير جدا، لان هو هيبقى معاه قد يكون معه مكتب فني ومساعدين ونواب يقوموا بهذه المهمه، لان التشريع بتنتهي صياغته داخل اللجنه وبيجي للمجلس، المجلس يقر ما تفعله اللجنه. يعني احنا بس حشنا قبل كده لحظات ان اللجنه كانت بتسلق ويجي المجلس بقى. احنا مش عاوزين رئيس مجلس يعني يقعد يقول الفصلة تتحط فين والنقطة تتحط فين. أنا يهمني روح التشريع قبل نص التشريع. تمام. وأهم حاجة في التشريع اللي يصدر عن هذا البرلمان ألا يخالف الدستور. تمام. وألا يحقق مصالح خاصة. إنما طلع في الصياغة فيها كلمة كلمتين مش هتفرق، لكن ما هو المعنى؟ إن أنا أحكم الصياغة ثم يأتي القانون ليضر المواطنين ويضر الناس، أو حتى لا ينفذ يا فندم. يعني يعني كفانا من الفزلكة السياسية والقانونية اللي كنا بنتكلم عنها إنجاز التعبير يعني. هي الناس تنتظر من هذا البرلمان روح التشريعات وأداء تشريعي سليم، ثم في بقى متخصصين يستطيعوا إن هم يضبطوا هذا التشريع ويصيغوه صح، ثم المناقشات توضح. واحنا عندنا خبراء قانون، عندنا صبحي صالح وعندنا الخضيري وعندنا سعد عبود، يعني عندنا كفاءات، عندنا الدكتور ايهاب رمزي نفسها. عندنا ايهاب رمزي، روح العمل هتصحح عندنا نفسها. عصام سلطان من حزب الوسط، يعني عندنا